أهلًا بيكم. بُصّوا يا شباب خلّينا متفقين على حاجة، يعني يستر مدرب الأهلي الجديد عشان تعرف تقيّم تجربته صح أو تدّي له تقييم مبدئي، الموضوع دوّة مش هيكون قبل 4 شهور من دلوقتي، يعني على نُص فبراير إن شاء الله على خير تقدر تقيّم الراجل دوّة شغّال صح والّا في مشاكل لسه كبيرة موجودة في الأهلي الراجل ده ما عالجهاش، بعد 4 شهور من دلوقتي تبدأ التقييم. ليه؟ عشان إحنا لسه خارجين من توقُّف دولي، في نوفمبر في توقُّف دولي، وفي ديسمبر في كاس أفريقيا، فالراجل دوّة محتاج من 10 ل15 ماتش عشان تبدأ تقيّم تقييم مبدئي للتجربة بتاعته، وستايل اللعب بتاعه أخباره إيه، والراجل دوّة هيشارك مين ومش هيشارك مين، ومين اللي بيحبه ومين اللي مش بيحبه، ومين اللي هينفعه ومين اللي مش هينفعه، وستايل اللعب، والدفاعيًا عامل إزاي، وهجوميًا عامل إزاي، كتقييمات مبدئية الموضوع دوّة مش قبل نُص فبراير. تمام، عشان نبقى متفقين كده من أولها يعني. لكن أنا بشكلٍ ما وصلت لوسيلة بسيطة سريعة أقدر من خلالها إن أنا أفهم الراجل دوّة أو أعرف الراجل دوّة بيفهم في كرة القدم والّا ما بيفهمش في كرة القدم. مش أنا يعني كمصطفى مش هاضطر إن أنا أقعد 4 شهور عشان أقول تقييم مبدئي للتجربة بتاعته، لأ أنا عندي تقييم سريع سريع جدًا خاص بيّا أنا. آآ التقييم يعني هيبقى من خلال اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي اللي باتمنى له الشفاء. محمد شريف خرج في المباراة بتاعة أيجل نوار في الشوط الأول مصاب، فأتمنى له الشفاء العاجل ونزل مكانه جرادي شو. تمام. هنفترض إن شاء الله إصابة محمد شريف بسيطة وهيرجع بسرعة ويشارك مع الفريق في المباراة القادمة، فأنا هادّي ياس تورو 3 مباريات، هادّي له فرصة 3 مباريات إن هو يلاعب فيهم محمد شريف كمهاجم أساسي زي ما عمل كده قدام أيجل نوار. بعد 3 مباريات أو في المباراة الرابعة لقيت ياس تورب لسه بيلاعب محمد شريف كمهاجم أساسي في النادي الأهلي، هاقول إن ياس تورب عنده مشكلة في فهم أبجديات كرة القدم والراجل ده مش مبشر بأي خير. تمام؟ بعد 3 مباريات وفي المباراة الرابعة لقيت ياس تورب مقعّد محمد شريف جنبه على الدكة أو مطلّعه برّه الscore وبيلاعب كمهاجم أو بيلاعب مهاجم طاهر محمد طاهر أو جراديشار أو أشرف بن شرقي أو حتى أحمد نبيل كوكا مكان محمد شريف، هاقول إن الراجل دوّة بيفهم في كرة القدم ومبشر بكل خير إن شاء الله. تمام؟ فده المقياس بتاعي للحكم على ياس تورب بسرعة، مش محتاج إن أنا أقعد 4 شهور عشان أبدأ أبني أحكام عليه. تمام؟ نخش بقى في الموضوع. النادي الأهلي بيفوز على أيجل نوار بطل بروندي في دور ال32 في بروندي دوري أبطال أفريقيا 1-0 بهدف ذاتي سجله مدافع أيجل نوار في مرماه. وبصراحة كده يعني بُص أحداث المباراة بالطريقة اللي دخل بيها الجون الوحيد بتقول لك شكل الأهلي كان عامل إزاي يعني، فاهم؟ يعني شكل المباراة يعني لايق عليها إن هو الجون الوحيد اللي ييجي فيها يبقى جون هدف عكسي، فده بيدّيك انطباع إن شكل الأهلي كان عامل إزاي في المباراة. الأهلي كان أقل من المتوسط بشكل كبير جدًا، وحتى لو استحوذ على الكورة الأهلي كان مستحوذ على الكورة بشكل كبير خصوصًا في الشوط الأول، بس استحواذ على الكورة بدون أي فاعلية، بدون أي خطورة على المرمى باستثناء 3، 4 فرص في المباراة كلّها. ومنهم يعني 3 تسديدات، الفرص دي منهم 3 تسديدات من زيزو أو من تريزيجيه في الشوط التاني، وفي الشوط الأول الكورة بتاعة ياسين مرعي، والفرصة اللي جه منها الجون. ده يعني ال4 فرص اللي في المباراة كلّها. فالأهلي كان مستحوذ على الكورة بس استحواذ سلبي من غير ما يخلق أو يصنع هجمات أو يبقى في تكتيك هجومي على المرمى بتاع أيجل نوار، وده طبيعي عشان لعيبة الأهلي لسه مش في كامل تركيزها. لعيبة الأهلي كان في جزء كبير جدًا منها في الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم لسه راجعين، محتاجين إن هم يطبّقوا على بعض تاني، في مدرب جديد يستورب لسه جاي بجهاز فني جديد تمامًا. فالحاجات دي كلّها طبيعي جدًا إنها تخرّج لعيبة الأهلي من تركيزها بشكل كبير، حتى لو استحوذوا على الكورة ما كانش في تركيز كبير جدًا في إن هم حتى مش إنهاء هجمات، إن هم يعملوا هجمات. فالمباراة خرجت بالشكل دوّة، إن هو في الآخر هدف عكسي هو اللي ينهي المباراة لصالح النادي الأهلي. لكن في بعض الملامح كده تستشف منها بعض الحاجات، إن كان في محاولة لعمل محطات لعب أو عمل جبهات في الناحية اليمين والناحية الشمال. الناحية اليمين هتلاقي إن في
محمد هاني وزيزو ومايل معاهم محمد علي بن رمضان، والناحيه الشمال هتلاقي كوكا وهتلاقي تريزيجيه ومعاهم اشرف بن شرقي. الجبهه دي والجبهه ديت دي يعني ملامح واضحه شويه في المباراه ان في جبهات لسه في طور التكوين، لسه بتتكون. وتلاقي في الجبهه مثلا لا مركزيه، تلاقي مثلا ممكن زيزو في الناحيه اليمين تلاقيه رد لقلب الملعب او لنص الملعب، وتلاقي محمد هاني مثلا موجود على حدود منطقه الجزاء، وتلاقي محمد علي بن رمضان هو اللي بيخترق، وتلاقي ممكن العكس هو اللي يحصل، فيه لا مركزيه في الجبهات. فالحاجات ديت او ملمح من بعض الملامح اللي ظهرت اثناء المباراه. ملمح تاني برضو ظهر في المباراه هو ان كان في عرضيات كتير في المباراه بلا هدف. يعني كان في شغل بيحصل على الاطراف، والشغل دوت بينتج عنه عرضيات، لكن في النهايه بتلاقي العرضيه رايحه بلا هدف. ودي ظاهره موجوده على فكره في النادي الاهلي مؤخرا، العرضيات اللي بلا هدف، عشان مفيش حد للاسف الشديد يصطاد العرضيات ديت. فده ملمح تاني كان موجود برضو في المباراه، ان كان في عرضيات كتير على الفاضي. الحاجه الثالثه برضو اللي نقدر نحكم او نقول عليها يعني ظهرت لنا في المباراه، ان كان في يعني تصويبات او تسديدات من بعض لاعبي الاهلي على مدار الشوطين. زيزو سدد، تريزيجيه سدد، بنشوف مروان عطيه برضو بيحاول يسدد، بنشوف كوكا بيحاول يسدد. فتسديدات كلها برضو ما عملتش خطوره او ما راحتش اصلا على الثلاث خشبات لحارس مرمى اجل نوار. فالتسديدات برضو ما تقدرش تحكم عليها انها تسديدات خطيره او تسديدات دقيقه. غير كده مش هتلاقي حاجه في المباراه. يعني انت عرضيات، بعض التسديدات، استحواذ بشكل كبير جدا، جبهات بتحاول تتكون، ساعات او قليل جدا انها تنجح انها تخترق، والاغلب الاعام انها مش بتنجح انها تخترق. والمره اللي نجحت فيها الجبهه اليمنى انها تخترق اختراق سليم، حصل 1 2 بين محمد علي بن رمضان ومحمد هاني. محمد هاني عمل عرضيه ارضيه، ومدافع ايجل نوار يسبق الجميع ويحط الكرة في مرماه، يسبق حتى محمد شريف اللي هنجيله في السلبيات بتاعه المباراه. وخلينا نخش على طول في سلبيات المباراه، بعد كده في الاخر خالص نقول الايجابيات. سلبيات المباراه طبعا على راسهم محمد شريف. يعني انا محمد شريف انا شايف ان هو يفتقد لغريزه المهاجم. غريزه المهاجم، المهاجم او اي مهاجم ناجح في الدنيا في كوكب الارض، المهاجم دوت بيبقى عنده غريزه. الغريزه دي بتخليه يتحرك بشكل صحيح، بشكل فطري وغريزي. فاهم؟ هقول لك ازاي. يعني مثلا الجون بتاع محمد هاني اللي هو عرضها على الارض، فكان فيه اتنين مدافعين ومحمد شريف. محمد شريف لو عنده غريزه المهاجم، لو عنده غريزه المهاجم كان سبق الاتنين مدافعين عشان يصطاد كره محمد هاني ويحطها في الجون. مش هقول لك كان سبق الاتنين مدافعين، كان سبق المدافع التاني، مش المدافع الاولاني، مش المدافع اللي على العارضه القريبه اللي حط الكره في مرماه، كان سبق المدافع اللي وراه حتى. محمد شريف اختار في اللقطه ديت اختيار غريب جدا، اختار ان هو يجري ورا الاثنين مدافعين. يعني تفكير محمد شريف هداه ان هو بدل ما يسبق مدافع او الاثنين مدافعين عشان يقطع على القريبه وياخد كره محمد هاني ويسبقهم ويحطها هو في الجون، لا ده راح وجرى ورا الاثنين مدافعين في مساحه ضيقه، في مساحه ضيقه، وحط مليون خط تحت مساحه ضيقه ديت. تفكير او تصرف محمد شريف دوت ممكن يكون صحيح في حاله لو اللعبه في مساحه واسعه. يعني في براح وفي هجمه مرتده مثلا ومحمد هاني بيجري في اليمين وفي اتنين مدافعين ومحمد شريف وراهم. في الحاله ديت محمد شريف هيحاول ان هو يحافظ على ان هو يبقى في بوزيشن ورا الاثنين مدافعين عشان هاني يعرض له الكوره، فهيبقى فيه براح في الملعب ان الكوره توصل له. لكن محمد شريف في مساحه ضيقه ان هو يقطع ورا اثنين مدافعين، يعني وصول الكوره ليه نسبتها قليله جدا. نسبه وصول الكوره لمحمد شريف قليله جدا عشان مساحه ضيقه وفي اثنين مدافعين. فالكوره يا اما هتتشتت وتتقطع وتتشتت، يا اما المدافع هيجيبها في نفسه، وده اللي حصل، مش هتوصل لمحمد شريف. فالتصرف الغريزي اللي المفروض مهاجم النادي الاهلي يعمله في كوره زي دي في مساحه ضيقه وفي اتنين مدافعين، ان هو يقطع ويسبق الاتنين مدافعين، او يسبق على الاقل مدافع فيهم عشان يصطادوا الكوره اللي هيعملها محمد هاني. لكن الكوره دي بتقول لك ان محمد شريف ما عندوش غريزه المهاجم.
فمحمد شريف مش مفيد في المساحه الضيقه، ومش مفيد كمان لما بيخرج خارج منطقه الجزاء. يعني احنا بنشوف محمد شريف لما بيخرج خارج منطقه الجزاء كدور من ادواره كمهاجم عشان يخلخل الدفاع بتاع الخصم، وزمايله بقى يخترقوا مكانه في الفراغ اللي هو سابه ده والسبيس اللي هو سابه ده في الدفاع. محمد شريف مش بيبقى مفيد خالص لما بيخرج بره منطقه الجزاء، وما بتعرفش تعتمد عليه في تدوير الكوره او بناء هجمه. بتلاقي الكوره بتتقطع منه او هو بيقع على وشه في الاخر، من يعني تلاقي مدافع مثلا اداله كتف ولا حاجه تلاقيه وقع على وشه، فما بيعرفش يلتحم، ما بيعرفش يعافر، ما بيعرفش يستلم الكوره ويسلم الكوره خارج منطقه الجزاء زي ما جراديشار بيعمل مثلا. فعشان كده انا حكمت حكمي على محمد شريف ان هو من الاساس صفقه فاشله، وهحكم على ياس توروب من خلال محمد شريف هل هو مدرب بيفهم في الكوره ولا ما بيفهمش في الكوره، عشان الحاجات اللي انا شايفها دي. ده سلبيه من سلبيات المباراه اللي انا شفتها النهارده. سلبيه تانية طبعا تريزيجيه ومستوى تريزيجيه المتردي اللي بقاله فتره كبيره جدا، حتى لو بان في بعض الماتشات ان هو عنده حميه وعنده حماس وعنده كذا، بس هو فنيا غير مفيد بالمره محمود تريزيجيه، سواء كوينج شمال او سواء كنص ملعب اللي هو مركزه الاصلي اللي طلع فيه في النادي الاهلي. الاثنين مش عارف يدي حاجه، وما راح حتى وينج يمين مش عارف يدي حاجه، فمش عارف هنرجعه ورا مثلا يلعب باك يمين او يلعب سد باك، مش عارف يروح فين تاني يعني. من اهم السلبيات برضو اللي شفتها في المباراه غير طبعا حته ان العرضيات اللي بلا طائل اللي انا قلتها يعني من شويه، حته ان الدفاع لسه بيبان ان في مشاكل في الرقابه والتمركزات، وده بان حتى في كوره في الشوط الاول مهاجم او لاعب اجل نوار حط الكوره بكل راحه وبكل سلاسه بالراس بره المرمى بتاع محمد الشناوي، وكان جنبيه من هنا ياسر ابراهيم ومن هنا ياسين مرعي، والاثنين ما كلفوش خاطرهم وما كلفوش نفسهم ان هم يعملوا رقابه لصيقه على اللاعب دوت وينطوا معاه ويضايقوه او حتى يقطعوا الكوره منه. فده بيقول لك ان دفاع الاهلي لسه محتاج شغل كتير الفتره القادمه ان شاء الله مع ياس تورو. اهم الايجابيات اللي انا شفتها في المباراه يعني الاداء المميز بصراحه، يعني الاثنين لعيبه دول الفتره الاخيره بيقدموا اداء مميز فلازم نديهم حقهم. محمد هاني ومروان عطيه، وانا مش مصدق لغايه دلوقتي ازاي بقول الكلام ده على محمد هاني، يعني انا وكتير جدا من جماهير الاهلي هاجموه كتير الفتره اللي فاتت، لكن الفتره الاخيره كان محمد هاني اعاد اكتشاف نفسه بعد ال 30، كان حسام حسن عمل حاجه في محمد هاني، بس هو من ساعه ما جه ريبيرو يعني بصراحه، يعني ريبيرو مجيئه الاهلي كان وش الخير على محمد هاني، ان هو من ساعتها بيقدم مستوى الى حد كبير افضل من الاول، افضل من الاول. مش هقول لك ان محمد هاني بقى يعني ظهير سوبر، لكن هو افضل من الاول. يعني لو الاول كان مثلا 1 من 10 او 2 من 10، دلوقتي تقدر تقول 6 من 10. ومروان عطيه اداء ثابت، باصات وثروهات وكروسات رائعه من مروان عطيه، حتى لو كانت بتجلي منه احيانا، بس في الاغلب بيعمل باصات رائعه مروان عطيه وبيطلع بالكره كويس، تمركزاته كويسه في الملعب. فالاثنين لعيبه دول من ايجابيات المباراه، جنب ان الاهلي بيفوز خارج ملعبه في بدايه عهد ياس توروب، وده فوز مهم جدا في افريقيا وليه ياس توروب ان هو ياخد ثقه ان هو حتى يعني الماتش دوت ان هو اول ماتش ليه يكون في بطوله رسميه وخارج الارض وفي افريقيا. الحاجات دي كلها هتخلي ياس توروب يكون مفاهيم كتيره قوي عن النادي الاهلي بسرعه، وعن البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بسرعه. فدي من ايجابيات المباراه، ان هو هيخش على طول في المعمعه وفي البيئه الافريقيه وبيئه النادي الاهلي وطموحات وتطلعات ومستوى لعيبه النادي الاهلي في المعترك الافريقي عامل ازاي وبره الارض عامل ازاي وكذا وكذا وكذا. فالخصم كان سهل، الخصم كان ضعيف، الخصم كان عنيف الخصم كان راكن الاتوبيس في فترات طويله جدا من المباراه، فكرني بالفرق اللي بيدربها علاء عبد العال. فده سمح للنادي الاهلي ان هو يبان مستحوذ، وطبعا كتر الضغط اكيد المدافعين هيغلطوا بتوع اجل نوار، وكانت الغلطه بجون والمدافع بيجيب الكره في نفسه وبيفوز النادي الاهلي فوز مهم بيسهل بشكل كبير جدا مهمه ماتش الاياب. بالتوفيق لياس توروب، بالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. وزي ما قلت كده انا هبدا اراقب علاقه ياس توروب بمحمد شريف الفتره اللي جايه، عشان هتبين لي حاجات كتير قوي، واتمنى السلامه برده لمحمد شريف ويكون يعني الاصابه بسيطه ان شاء الله. اتمنى برده اشوف ارائكم
وتفاعلكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.